يا صباح السعادة على عيونكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. هعمل لكم النهارده بارت 2 من وصفات الكيك اللي هنستخدمها في الشتاء وفي اي وقت. دي اكتر حاجة منقذة هتنقذنا لما نكون محتاجين حاجة تدفي الولاد وتغذيهم وفي نفس الوقت مقاديرها تكون بسيطة وموجودة في البيت. دي الوصفات اللي انا نزلتها لكم الفيديو اللي فات، تقدروا ترجعوا لها وتشوفوها ان شاء الله، تستمتعوا بكل فيديو موجود فيهم وطريقتهم ان شاء الله تكون متوفرة طلباتها في البيت. يلا نشوف اول وصفة وتوصلوا على في التعليقات وقولوا لي بتتابعوني منين. عندي اول حاجه في الخلاط هضيف 3 بيضات وكوبايه من السكر ومعلقه صغيره من الفانيليا، وهبدا ان انا هضربهم لمده 3 دقائق في الخلاط لحد ما يدوب السكر تماما. اهم حاجه السكر يدوب. هضيف عليهم نص كوبايه من الحليب، وهضيف عليهم بصوا بقى، تقدروا تستخدموا اي ماده دهنيه موجوده عندكم، زبده، زبده على زيت او سمنه على زيت زي ما انتوا عايزين. انا استخدمت نص كوبايه من الزبده لان نتيجتها حقيقي بتكون تحفه. هبدا ان انا هاخد كل المواد الجافه، المواد السائله عندي اللي في الخلاط، وهحط عليها كوبايه ونص من الدقيق. وطبعا الدقيق ده انا نخله مره، وما باجي استخدمه بنخله مره كمان، بيفرق جدا 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 في الوصفه. هضيف عليهم 3 معالق بس من الكاكاو، وضروري ننخل الكاكاو لانه في تكتلات. هضيف عليهم معلقه كبيره من البيكنج باودر، وهقلب لحد بس ما المواد الجافه كلها تختفي عندي. بكون مجهزه بقى عندي القالب بتاعي، طبعا مقاس 30 مدهون بالزبده، ونرش رشه من الكاكاو علشان دي كيكه كاكاو. تمام. هدخلها فرن ساخن مسبقة حرارة 170 40 دقيقة. وطبعا عايزة اقول لكم ان الفرن شغال اول ما ابدا ان انا في الوصفة ابدا الشغل فيها، بكون مشغلة الفرن ومجهزة القالب. فاهمين؟ يعني كل الحاجات دي تكون متجهزة من قبلها علشان تدينا ان شاء الله نتيجة تكون تحفة. شايفين بقى قالب الكيك طالع عامل ازاي؟ تحفة. الكيك ده خطير يا بنات، خطير خطير والله. لو جربتوه عمركم ما تفكروا تغيروا الطريقة. سيحي عندك بقى شوكولاته بالحليب او شوكولاته دارك او شوكولاته مطبخ عاديه، اي نوع شوكولاته بتحبيها، بيضه او بالحليب مفيش مشكله. حطي عليها من فوق، ده التزيين بسيط خالص والتزيين اختياري، ممكن ما تحطيش عليها اي حاجه مفيش اي مشكله خالص. انا حطيت شوكولاته حليب وشوكولاته بيضه، تزيين بسيط خالص من فوق، وده كله طبعا بيكون اختياري، ممكن تخليها ساده ما فيش اي مشكله. اعملي لها خطوط كده رايح جاي، وابداي ان انت ممكن تخليها 10 دقايق بره، مثلا الجو بارد دلوقتي، او ممكن تخليها في التلاجة 3 4 5 6 دقايق كده، تلاقوها الشوكولاته اللي عليها مسكت وبقت جميله جدا جدا. تقدري تقطعيها سلايس بالشكل ده وتحطيها في علبه تكون محكمه الغلق وتخليها عندك. هتنفعك جدا جدا في الفطار، وتنفعك كمان في اللانش بوكس في المدارس. وعايزه اقول لكم الولاد لو مستعجلين وجايين من المدرسه ورايحين الدرس، فممكن ياخدوا سلايز كده مع كوبايه شاي بلبن او كوبايه لبن. عايزه اقول لكم خطيره ومنقذه وحقيقي من ألذ الوصفات اللي هتعملوها. جربوها ان شاء الله تعجبكم. ودي كانت اول وصفه معانا، اللي هو آه كيك الشوكولاته بالزبده، او كيكه الشوكولاته اللي هي في الانجليش كيك. دي بتبقى طريقتها حلوه قوي، طبعا ينفع ان احنا نعملها في اي صينيه موجوده عندنا. معاكم لحد صينيه مقاس 30، وكل ما الصينيه كانت اصغر ممكن تديكوا ارتفاع اكتر. بصوا الارتفاع ده في قالب التوست اللي انا بعمل فيه التوست او قالب الانجليش كيك كان مقاس 30، وممكن يبقى اصغر من كده، مفيش اي مشكله خالص. انا عايزاكم تبصوا للمسام بتاعتها وتبصوا لهشاشتها قد ايه جميله، والله من كتر حلاوتها نفسي اجي ادوقكم طعمها. الوصفه التانية بقى وصفه شتويه من العيار التقيل، عايزه اقول لكم خطيره. انا قررت ان انا اعملها لكم كمان في عصاره البرتقال بتاعه الخلاط، عشان في ناس كتير 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 سالتني عليها. فطبعا احنا داخلين على موسم البرتقال والشتاء، وهيبقى عندنا الوصفه دي عندنا اساسيه في البيت. فبصوا بقى، عصاره البرتقال دي الاول بتيجي مع الخلاط موجوده عادي خالص. عايزه اقول لكم منقذه يا بنات. بتشغليها بتحط عادي على الموتور بتاع الخلاط بالشكل ده، وبتنقذك. بتقطعي بس انت البرتقان كده نصين، وعايزه اقول لكم بتعملي كميه في وقت قياسي. نقذاني بجد في الشتاء، ما بحتاجش ابدا ان انا اعمل عصير برتقان او اكسل او كده، بعمله في وقت تحفه يعني. المهم خلينا في وصفتنا بقى. هناخد كوبايه من عصير البرتقان، وهضيف عليهم 4 حبات من البيض، وهضيف عليهم كوبايه الا ربع من السكر، ونص كوبايه من الزيت. وهبدا ان انا هاخدهم كلهم واضربهم لمده 5 دقايق في الخلاط لحد ما يبتدي عندي الخليط يبقى كريمي. عندي هنا ده سميد من سنبله الفرات يا بنات، سميد يعني هو سميد خام، بس مش مضاف عليه حاجه، بس في اكياس. ممكن نستخدم سميد عادي من العطار يكون سايب. هحط عليه بقى باكت بيكنج باودر، 3 اكواب من السميد، ونص كوبايه من جوز الهند، دي اختياري، ممكن تضيفوها ممكن ما تضيفوهاش، مفيش اي مشكله خالص.
وحطيت رشه ملح. خلي بالكم كل طبعا المقادير على الشاشه، علشان لو بشرح حاجه مثلا والمقادير فاتتني وانا بكتبها ونسيت اقول حاجه تبقى شايفينها على الشاشه. صينيه عندي مدهونه ومرشوشه بالسميد، رشه خفيفه من السميد، احط الخليط بتاع البسبوسه ده كله في الصينيه، والصينيه مقاس 40، وادخلها فرن حراره 180 25 دقيقه لحد ما تطلع بقى من الفرن. هكون مجهزه شربات، كوبايه سكر وكوبايه عصير برتقال وكوبايه ميه. هرفعهم على النار يغلوا بس كده، وبعد كده هيكون البسبوسه طلعت معايا من الفرن. هبدا ان انا اشربها الشربات بالشكل ده. انا عايزه اقول لكم بيكون طعمها خطير وبتاخد كل الكميه، يعني هي الشربات بيكون دافي، والبسبوسه بتكون يعني طالعه لسه من الفرن. فعايزه اقول لكم بتشرب كميه الشربات اللي بتحطيها بتطلع معسله، بتطلع متشربه كويس جدا جدا وخفيفه بقى، مش قادره اقول لكم قد ايه خفيفه، خطيره وبسيطه، ونكهه البرتقال واضحه جدا جدا. وممكن نستخدم بدل الفانيليا البودر او الفانيليا ستايل اللي احنا بنستخدمها مع البيض، ممكن نستخدم فانيليا برتقال، بتكون متوفره في السوق، ودريم عامله فانيليا برتقال حلوه جدا جدا. وهي لسه بقى عليها الشربات كده، يكون ما تشربش كله قوي، حطي عليها رشه جوز هند كده من فوق. احنا كده عملنا كيكه بسبوسه بالبرتقال. عايزه اقول لكم خطيره يا بنات، ومنقذه، بتقطع كميه كبيره وخفيفه خفه انتوا يعني مش متخيلينها قد ايه خفيفه، مش قادره اقول لكم قد ايه، لازم تجربوها. وكمان بتطلع كميه كبيره ومكوناتها كلها بسيطه وموجوده في البيت. يا رب تكون عجبتكم الوصفه. ويلا بقى نشوف الوصفه اللي بعد كده، انا برضو متاكده ان هي هتعجبكم، الناس اللي هي بتحب الحاجات او بيبقى عندها مناسبات كتير، واسعار التورت بتكون غاليه جدا، وكمان ما عندناش وقت مثلا ان احنا نعمل تورته كامله في البيت. الوصفه دي بديل التورت خطيره وبسيطه جدا، مكونه من 2 بيضه بس يكونوا حجم كبير، حطي عليهم باكت او 2 من الفانيليا، وحطي عليهم كوبايه من السكر، ولو يا ريت يكون سكر ابيض حبيباته ناعمه علشان يدوب معاكي بسرعه، او استخدمي الخلاط علشان يعني ضروري تدوبي السكر كويس جدا. حطيت كوبايه الا ربع من الزيت وهقلب. انا بقلب كل مره بضيف حاجه، بقلب كويس جدا علشان كمان خليط السكر يدوب معايا لاني ما استخدمتش الخلاط. هضيف عليهم كوبايه من الحليب الدافي بالشكل ده، وهبدا ان انا خلاص السكر اتاكدت ان هو دايب، هضيف 4 معالق كبيره من الكاكاو، كوبايه ونص من الدقيق. وعايزه اقول لكم يا بنات الوصفه دي بتكون حقيقي شبه التورته، حقيقي طعمها حلو جدا. هحط عليها معلقه كبيره من البيكنج باودر ورشه ملح، وهقلبهم مع بعض كويس جدا جدا، ولحد بس يعني بصوا ما نبالغش في الخفق، لحد بس ما الخليط يبدا ان هو اي تكتلات موجوده فيه واي دقيق يبدا ان هو يختفي. هضيف له بقى معلقه من الخل اخر حاجه، هتدي فوم كده شويه وفوران، ما تقلقوش خالص، ده اللي احنا عايزينه. هبدا ان انا خلاص قلبتهم كويس، وهتاكد بالاسباتولا ان ما فيش اي تكتلات او اي دقيق موجود. وهبدا ان انا احطه في صينيه حاطه فيها ورقه زبده، او ممكن ما تحطوش تدهنوها بس ما فيش اي مشكله، وادخلها رف اوسط 30 دقيقه درجه حراره 180 في الفرن. اديها بس خبط خفيفه كده علشان تطلع اي فقاقيع كبيره من الهواء. وهجهز لها بقى ربع كوبايه من الكاكاو، ربع كوبايه من الدقيق، وربع كوبايه ونص كوبايه من السكر، وهضيف عليهم كوبايتين حليب وفانيليا. دي كده هنعمل جناش شوكولاته او جناش للتزيين حلو جدا جدا يا بنات. لو عندك معلقه نوتيلا او مكعب شوكولاته او حاجه شبه كده، يعني هبدا ان انا احطها، هتديني قوام حلو قوي، وهتديني يعني هتخلي الجناش معايا غني كده وطعمه حلو قوي. دي خليط الكيك، عايزين تخلوها كيكه شوكولاته عاديه خالص حطوا عليها اي صوص شوكولاته، هي حلوه جدا. عايزين تقدموها بالشكل اللي انا هقدمها علشان تبقى تورته شوكولاته، مفيش اي مشكله خالص. هبدا ان انا هشيل ورقه الزبده، وهبدا ان انا هقلبها كده بالشكل ده، وهقسمها قبل ما ازينها بالشكل ده. بصوا بقى انا قسمتها، يعني خلوها تبرد شويه، انا ما خليتهاش تبرد بصراحه، يعني انا ما ببقى بصور ما بتبلش اي حاجه ولا بخلي اي حاجه لتاني يوم، ببقى عايزه اخلص من الفيديو واخلصوه وانزله لكم بسرعه. المهم يا بنات جناش الشوكولاته عندي برد وبقى تمام. هبدا ان انا احطه في اي كيس موجود عندك، واحط تزيين خفيف بسيط خالص بالشكل ده. اتحولت من كيكه عاديه لقطعه جاتوه فاخره. عايزه اقول لكم خطيره، وممكن كمان تقطعها جزئين وتحشوها من النص، مفيش اي مشكله خالص. حطي عليها بقى اي حاجه الولاد بيحبوها، شوكولاته شيبس او فرماسين من فوق، او ممكن تحطي بشر شوكولاته زي ما انت عايزه. كده عملنا تورته فاخره سريعه. وعايزه اقول لكم بصوا مساماتها قد ايه ضيقه، وطعمها بقى مش عايزه اقول لكم خطيره وحلوه جدا جدا. اهم حاجه يا بنات دوبوا السكر كويس، علشان اي سكر مش بيدوب بيتركز في قاع الكيك وبياخد شكل مش ظريف من تحت.
فانا كل مره اعمل فيها كيك لازم اقول لكم ان السكر لازم يدوب كويس جدا، او استخدموا بقى الخلاط بيسهل عليكم كتير قوي، وسكر يكون حبوباته ناعمه برضو هيسهل عليكم كتير قوي. عايزاكم تشوفوها بقى كده، بصوا من الزاويه دي كمان خطيره وخطيره يا بنات، طعمها حلو قوي. تعالوا بقى نعمل حاجه كده للناس اللي بتحب الفاكهه، والناس اللي هي بتحب يعني الحاجات اللي شبه كده، بتكون برضو ظريفه قوي وغنيه قوي، والقطعه منها والله ما هتكتفوا بيها، هتحسوا ان انتم ممكن تخلصوا صينيه وانتوا قاعدين، والولاد هينبسطوا جدا 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 بيها. قبل ما نمشي من الفيديو ده عايزه اقول لكم ان جناش الشوكولاته اللي احنا عملناه الاقتصادي اللي هو بالحليب والكاكاو والدقيق ده ينفع لاي تزيين كيك معاكم، هيطلع حلو جدا، وممكن نعمله ونخليه يقعد معانا اسبوع في التلاجة ونستخدمه في اي حشوات احنا عايزينها. بصوا بقى، تعالوا الاول نجهز الصينيه بتاعتنا عشان نعمل الوصفه دي. نرشها بالدقيق بايركس كده، نرشه بالدقيق او صينيه مفيش مشكله، ومدهون طبعا زيت او زبده. ويجيب الخلاط وضيفي عليه 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ، وضيفي عليهم كوبايه من السكر، نص كوبايه من الزيت، وكوبايه الا ربع من الحليب، وفانيليا، كله مع بعضه في الخلاط مره واحده. حطيت باكيتين من الفانيليا، وهبدا ان انا هقلبهم كويس جدا في الخلاط، وبعد كده هجيب كوبايه ونص من الدقيق، معلقه كبيره من البيكنج باودر، ورشه ملح. وضروري ان احنا نخل الدقيق كويس جدا علشان يدينا النتيجه اللي احنا عايزينها. هقلب كل المواد الجافه وانزل عليها بالمواد السائله، شايفين كله مره واحده بالشكل ده. المقادير مظبوطه جدا جدا بالشعره، وانا عارفه ان هي كلها مظبوطه. فعايزه اقول لكم الكوب اللي انا بستخدمه على طول بيكون عياره 250 مللي في اي وصفه انا بستخدمها. بعد كده هبدا، لان هو لو اقل من كده هقول لكم طبعا في الفيديوهات، فطالما ما قلتش معيار الكوب في كل الوصفات يبقى اعرفوا على طول ان هو 250 مللي. احطه بقى في القالب بتاعي وادخله فرن 180، تاخد حوالي يعني من 30 ل 35 دقيقه حسب الفرن بتاعك. اول ما بتطلع بقى الكيك بتاعتي بخليها تكون بارده تماما، وبعد كده هبدا ان انا هشربها كوبايه من الحليب. عشان كده بقول لكم الكيك ده غني غني، يعني انتوا حتى لو تعملوه مره واحده في الاسبوع اول الشهر يا بنات، بس عايزه اقول لكم هيفرق جدا، والله جربوا والله استحاله هيفكر ان هو يغير الطريقه دي. نحضر بقى كريمه. عندي هنا كوبايتين من الحليب او 3 اكواب من الحليب، 3 اكواب من الحليب هضيف عليهم 4 معالق من الدقيق، 4 معالق من النشا، كوبايه الا ربع من السكر. ودي كده اسهل كريمه ممكن تعملوها، كريمه غنيه وسهله وبسيطه. وعايزه اقول لكم والله يا بنات نتيجتها حلوه قوي، وينفع نستخدمها في تحليات كمان بارده. هتقلبوها كده كلها على البارد مع فانيليا، وبعد كده هنشغل النار ونقلب باستمرار لحد ما تتحول عندي لقوام كريمي بالشكل ده. ضيف لها معلقتين كبار من الزبده، وممكن تضيفي عندك مكعبات شوكولاته بيضه، ممكن تضيفي علبه قشطه، ممكن تضيفي وش اللبن. الكريمه احنا بنخليها كريمه غنيه جميله علشان طعمها بيفرق جدا. في ناس تقولك طب ما احنا ممكن نستخدم عندنا كريم شانتيه اوفر من كل ده، مش اوفر ولا اي حاجه، ودي طعمها احلى بكتير. هنخلي الكريمه بقى تبرد كده وتخليها على جنب، ونحضر بقى اي فاكهه موجوده عندنا. بصوا انا لما عملت الكيك ده ما كانش لسه موسم المانجا، ما كانش لسه ابتدى موسم المانجا، وكان قبلها، فانا كنت رسمه لها شكل معين كده في دماغي. فبصوا ما تلزموش باي كميه فاكهه انا بحطها ولا باي نوع، يعني مش لازم تفاح، ممكن نستخدم التفاح البلدي بتاعنا، ممكن نستخدم عنقود عنب نقطعه انصاف بدل التفاح، ممكن نستخدم المشمش، ما فيش مشمش دلوقتي فاحنا نستخدم بداله مثلا ممكن حبه مانجا نقطعها مكعبات، ممكن نستخدم اللهم صل على سيدنا محمد قطع من التين الصغيره. يعني اي فاكهه بتحبوها، ما تلتزموش بنوع معين. ممكن بدل التفاح نجيب التفاح نجيب ال البلح الاصفر ده نقطعه قطع كده صغيره، مكعبات صغيره، هيديكم برضو نتيجه حلوه قوي. يعني اي فاكهه موسم، اي فاكهه موسم موجوده صيف شتاء زي ما انتوا عايزين استخدموها وقطعوها قطع صغيره، وهقول لكم هنحطها ازاي. هجيب عندي بقى باكت من الكريم شانتيه وهبدا ان انا احطه، هيخلي القوام بتاعي كريمي اكتر. لو عندكم مضرب كهرباء اضربه بالمضرب الكهرباء هيهيش كده معاكم ويعمل فوم ويبقى كريمي قوي. ممكن تستخدموا المضرب العادي زي ما انا استخدمت، وحطوا بقى الكريمه التحفه الغنيه اللي احنا ممكن نستخدمها في حشوات كيك، وننفع نستخدمها في حشوات تحليات، وننفع نعملها ترافل، يعني تنفع كل حاجه لانها كريمه غنيه جدا، اغنى بكتير جدا جدا من الكريم شانتيه لوحده ولا حتى الكريم باتيسير. خطيره يا بنات. هنسويها بالشكل ده، وبعد كده نبدا ان احنا نحط بقى ايه ايا كانت الفاكهه اللي تحطوها. حطوا نوع واحد في القاع او في الوش، افرشوا بيه كل الصينيه، وبعد كده خلوا يكون فيه الوان مختلفه علشان طبعا العين بتاكل الاول. فعايزه اقول لكم نخلي بقى ايه الوان مختلفه كده، حاجات بسيطه منها بحيث ان هي تكسر اللون الاساسي اللي احنا بنحطه في القاع. تمام، وكده يبقى احنا عملنا كيك تحفه بالفاكهه غني جدا جدا والله، ومغذي قوي قوي. وحتى لو عايزه تعملي نص الكميه تقدري انت تقسمي كل المقادير وتعملي نص الكميه وتجربي فيها، انا متاكده اي حد هيجربها هتعجبكم جدا جدا.
ممكن تكون مكلفة شوية، بس حقيقي نتيجتها هايلة هايلة هايلة. الكيك ده يعني من الحاجات الأساسية عندي اللي أنا معتمداها ومش بغير فيها الطريقة. يا رب تكون وصفات النهاردة تكون عجبتكم وتكون نالت رضاكم، ونكونوا استفدتوا وخدتوا ولو معلومة بسيطة من الفيديو، وما طلعتوش كده بلوشي من الفيديو وكونوا استفدتوا بحاجة. جربوا حتى وصفة واحدة من الوصفات بتاعت النهاردة واعتمدوها عندكم مرة واحدة في الأسبوع، متأكدة أي وصفة تجربوها هتطلع معاكم مظبوطة جدا جدا، ومقاديرها إن شاء الله يا رب تكون موجودة عندكم في البيت. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.